السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم أحمد حمدي، وإن شاء الله بإذنك يا رب مكملين كورس الإكسل from zero to hero. أولا بحب أعتذر بس مبدئيا عن الغيبة الطويلة اللي فاتت. الفترة اللي فاتت دي كان في ظروف، يعني ربنا يكرمنا كده والظروف تعدي على خير. إن شاء الله بإذن الله مكملين، هننزل كذا فيديو إن شاء الله ورا بعض بسرعة كده. الفيديوز هتبقى لذيذة ومفيدة، وإن شاء الله بإذن الله الكل يستفاد. وطبعا يا ريت لو لسه ما عملتش شير وسبسكرايب ولايك للشانل، يا ريت تعمل الكلام ده، واستنونا اكيد في الفيديوهات الجايه باذنك يا رب. طيب النهارده ان شاء الله باذن الله نتكلم عن حاجه جميله كده وجديده اسمها الجروبس. المفروض في اخر فيديو اتكلمنا على حاجه اسمها القوائم المنسدله او الدروب داون منيو، اتكلمنا على السنجل دروب داون منيو. قلنا ان المفروض في الفيديو اللي بعد اللي جاي قلنا هنشرح حاجه اسمها الدريفن دروب داون منيو او القوائم المنسدله اللي ديبند عليها حاجات تانية. طيب عشان نشرح الكلام ده قلنا هنعمل حاجه اسمها، يعني في حاجه لازم نشرحها الاول كده. هنتكلم على حاجه اسمها الجروبس او المجموعات، تمام، وازاي نبدا نعمل الكلام ده، وحاجه اسمها النيمز. عشان بعد كده في الفيديو اللي بعده نبدأ نشرح حتة الدروب داون منيوز بسهولة. طبعا زي ما قلنا الفيديوهات بتاعتنا احنا بنحب تكون قصيرة عشان ما تبقاش مملة ومش كويسة، فالفيديوهات دي بإذن الله تكون سيريز كتيرة وقصيرة كده عشان الملل والجو ده. طيب مبدئيا كده خلينا نفترض ان احنا عندنا مثلا شوية عربيات او موديلات، مثلا حاجة زي التويوتا، عندنا مثلا مرسيدس ماشي، والفولكس فاجن مثلا. جميل. التويوتا مثلا في عندنا كرولا، عندنا مثلا في مش عارف اي نوع، وعندنا نوع تاني، وعندنا مثلا الانواع. المرسيدس عندنا في سي مثلا 180، في مثلا هو ايه كتب سي 1 ليه، انا عايز سي 180 مثلا. في اي 200 مثلا، عندي في مثلا اس 500، عندي في مثلا سي 250. الفولكس فاجن عندي فيه بولو مثلا، عندي فيه جولف، عندي فيه مثلا باسات، عندي فيه اي نوع. تمام. طيب انا كده عملت زي موديل عربية وتحتيه زي سب موديلز تحتيه، يعني دي ماركة وتحتها الموديلات بتاعتها. طبعا جوه كل موديل بيبقى فيه موديلات تانية، يعني الموضوع بيبقى ده جوه ده، ده جوه ده، ده جوه ده. بس احنا عايزين نمشي واحدة واحدة مع بعض كده، نشوف هنعمل ازاي الجروبس والنيمز عشان نبدأ نعمل حتة القوائم المنسدلة او الدريفن دروب داون منيوز بعدها. طيب مبدئيا كده لما بنروح على الريبن بتاع داتا بنلاقي حاجة هنا اسمها جروب وان جروب. تمام. لو جينا دوسنا على جروب، عملنا سيلكت مثلا للمجموعة دي، هندوس على جروب، هيقول لي انت عايز تعمل جروب للروز ولا الكولومز. لو جينا دوسنا على الروز هنلاقي بيعمل جروب بالمنظر ده. لو انا جيت بصيت كده، هو هنا عمل هيدن، عمل جروبنج للمجموعة دي، وبعدين عملها هيدن بالمنظر ده، يعني من الرو رقم 13 ل 19 هما كولابس زي ما احنا شايفين كده. طبعا انت كده بتعمل اكسبلود او بتفك الكولابس بتاع الجروبس اللي اتعملت دي. طيب طبعا ممكن تعمل ان جروب بالمنظر ده، ممكن تيجي تروح عامل جروب بالكولوم بالمنظر ده عشان يبقى من فوق بالمنظر اللي احنا شايفينه ده. طيب هل ده اللي احنا عايزينه؟ لا، ده ملوش اي علاقة خالص بالدروب داون منيو. طبعا نعمل ان جروب للكلير جروبس. احنا كل اللي احنا عايزين نعمله حاجة اسمها نيمز. تمام. النيمز دي هنلاقيها هنا، ثواني، هنلاقيها هنا في الفورمولاز، هنلاقي فيه حاجة اسمها defined names، وده اهم حاجة عشان نعمل حتة الدروب داون منيوز. جميل. لو جينا عملنا سelection لدول وجينا دوسنا على النيم مانجر، تمام، لا مش النيم مانجر، جينا دوسنا على define name، هيبدأ يقول لك مثلا ده النيم، وده مثلا الحاجات اللي تحتيه، او يعني انت هتسمي المجموعة دي ايه او الكلام ده كله. طيب لو جينا دوسنا على المجموعة دي، عملنا لها selection كده، وجينا دوسنا على create from selection،
اللي هي كنترول شيفت F3. جينا دوسنا عليها هنا هيبدأ يقول لك مثلا create names from values in the top row ولا ال left column ولا ال bottom ولا انا هقول له لا، انا عايز ال top row، هو ده اللي هيبقى المين نيم بتاعي. يعني مثلا ده النيم، يعني تويوتا تحتها دول، مرسيدس تحتها دول، وفولكس فاجن تحتها دول. تمام، فده هيبقى ال definition بتاعي. تمام. طيب بعد ما عملنا حتة النيم definition، تمام، لو جينا بصينا هنلاقي ايه اللي حصل. هنيجي هنا في الحتة بتاع الديفينيشن فوق هنا، هلاقي في عندي حاجة اسمها مرسيدس وحاجة اسمها تويوتا وحاجة اسمها فولكس فاجن. تمام. هتيجي تسلكت مرسيدس هتلاقي دول بقوم اسمهم مرسيدس. لو انت جيت عملت سلكت لدول بس هتلاقي دول بقوم اسمهم تويوتا. لو جيت عملت لدول هتلاقي نفس الكلام، فولكس فاجن. تمام. طيب احنا هنا عملنا حاجة اسمها جروبس للنيمز، او عملنا نيمينج لشوية values او شوية parameters او مجموعة من السيلز. النيمز دي هتبقى variable معانا لما نيجي نعمل حتة drop down menu او حتة ال drop down menu، ال driven drop down menu معانا. طيب يا رب الفيديو يكون عجبكم، استنونا الفيديو اللي جاي ان شاء الله باذنك يا رب. هنعمل حاجة حلوة جدا، هنعرف ازاي نعمل حتة ال drop down menu عندنا. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.